السلام عليكم يا المتابعين يا السامعين. اليوم قصة جديدة. قصة اللي غادي نحكي لكم اليوم قصة كيخوفوا بها الناس بكري، الدراري ملي كيبغوا يهربوا في الليل. قصة دم وجوع ولعنة، سميتها لالا هينا وبناتها. كان يا ما كان في دوار صغير في سفح جبل الأطلس. الدوار سميتو تشيزي، ما فيه لا ضو ولا ما، والطريقة الوحيدة اللي كتقطع في الشتا كانت عايشة فيها الدوار مرا. الناس كيعيطوا ليها لالا هينا. علاش لالا؟ حيت كانت كريمة، حيت كانت قلبها ابيض، ولكن القدر قلب ليها القلب. لالا هينا كانت ارملة، راجلها الحاج مبارك كان فلاح، مات في حادثة، طاح بها الحمار في واحد الحفرة وتكسر وخلاها بوحدها مع 3 ديال الوليدات ديال كبدها. البنت الكبيرة فاطمة عندها 14 عام، كانت عاقلة وخادمة. الوسطانية زينب 10 سنين، ضحكتها كترد الروح. والصغيرة عائشة اللي عندها 6 سنين كانت لاصقة في أمها. الدار ديالهم يا لطيف، حيطان من الطين، سقف من القصب. في الشتا كيقطر عليهم، وفي الصيف سخون بحال الفرن. ولكن رغم كل شي كانت لالا هنا معروفة بكلمة وحدة: الكرم. في الدوار كامل كيقولوا إلا جاك الجوع سير لدار لالا هنا، عمرها ما رجعت الضيف جيعان. جا واحد العام سميتو عام الشر، ما طاحش المطر، الزرع كامل تحرق، البقر مات وحتى البير نشف. الناس بداو كياكلوا الحشيش والجدور، الدراري الصغار كرشهم منفوخة بالجوع. ولالا هنا كانت كتقسم الخبزة على 4، وكتبات تصلي وتقول يا ربي تدوز هاد المحنة على خير، ما تفضحناش مع الضياف. وفي ليلة من ليالي الشتا، ليلة الريح، كتغوت سمعات دقان في الباب. طق طق طق. مشات وهي خايفة، حلت الباب، لقاو راجل وجهه شاحب، حوايجو مبلولين وكيرجف من البرد. قال بصوت مقطوع: اختي الله يرحم والديك، نقدر نبات؟ راه الا بقيت في الطريق غادي نموت. قلب لاله هنا رق، قالت ليه مرحبا ولدي، دارك هادي. دخلات وسخنت ليه الماء، فرشات ليه حدا الكانون، ولكن في بالها سؤال واحد: منين غادي نجيب ليه العشاء؟ مشات للبيت، قلبات صندوق، لقاو غير 3 ديال الخبيزات يابسين وشويه ديال الزيت، ما كيفوش حتى الواحد. جلست في الارض وبدات كتبكي، قالت يا ربي كيفاش يمشي هاد الضيف جيعان من داري؟ الناس غادي يقولوا لاله هنا بخيله. وهنا جا الشيطان وسولها في ودنها، قال ليها الكرم هو كل شيء. الضيف إلا مشى جيعان غادي يدعي عليك 40 عام. ضحي ضحي باش يبقى سميتك. يديها مشاو بوحدهم البيت فين ناعسين بناتها. قلب ديالها كيتقطع، ولكن الفكرة ما بغاش تحيد. كانت عائشة صغيرة هي الأولى، ناعسة وحاضنة الدمية ديالها. لالا هنا غمضات عينيها وشدات السكين، وصوت همس: سمحي لي يا بنتي، راه على قبل الكرم، على قبل سميتنا. وفي سكوت الليل وقعت الجريمة. طيباتها الريحة ديال الطياب عمرات الدار. الضيف فاق وشم الريحة، قال لها، قال الله شنو هاد الريحة الزوينة؟ لالا هنا مسحات دموعها وقالت هادي طويجين ديال الدجاجة ولدي، كول بصحتك. الراجل كلا حتى شبع الحمد لله، وخرج في الفجر الصباح. فاقت فاطمة وزينب: عمي فين عائشة؟ لالا هنا وجهها شاحب، قالت بصوت مرعوش: مشات
مشات لدار خالتها في الدوار الآخر، قالت بغات تعيش معاها. هنا الجوع. البنات بكات ولكن صدقوها. دازت 20 يوم والجوع كيزيد، وعاود دق الباب ضيف آخر ونفس السيناريو، نفس التفكير، نفس القرار. هاد المرة كانت زينب اللي كانت كتغني وكتضحك. فاطمة الكبيرة بدات كتشك. سولات امها: امي، كل مرة كيجي الضيف كتختفي اختي؟ لاله هنا ضرباتها وقالت: سيري لحالك، ما تدخليش في شي حاجة كبيرة عليك. فاطمة سكتت، ولكن في القلب ديالها النار شاعلة. في ليلة تظاهرات باللي ناعسة وسمعات امها ناضت، تبعاتها على رؤوس صوابعها. وصلت للكوزينة وحلات الباب بشوية، والمنظر اللي شافت لاله هنا شادة زينب من شعرها، وزينب كتغوت وكتبكي: امي، امي، علاش؟ انا بنتك، حني فيا. ولكن السكين نزل. فاطمة صرخت صرخة عمرها ما غادي ينساوها الناس الدوار: امي. وهربات، جرات حافية في الظلام، الرجلين ديالها تقطعوا في الشوك، الدم كيتبعها حتى وصلت للجامع. دقات الباب بالجهد الفقيه: حل امي قتلات خواتي. فقيه بزع، جمع الرجال ومشاو للدوار. قاولة لاهينا جالسة في الوسط، حداها ما بقى حتى ما يتوصف، وكتاكل وكتغني: الضيف خاصو ياكل، الضيف خاصو احمر، خطو خط احمر، الكرام، الكرام. الناس تشلو، شدوها بغاو يحرقوها. ولكن في ذاك الليل باب الحبس تحل بوحدو. ولالا هنا تخبرات من ديك الليلة. كل عام في الشتا في ليلة 12 كيبان الضو في الدار ديالها خاوية، وريحة الطياب كتخرج منها. السائقين اللي يقطعوا من حدا الدوار كيقولوا، كيسمعوا صوت مرا عجوزة كتغني: اجي تعشى ولدي، العشا واجد سخون، اجي اجي. واللي جاو بالصباح كيلقى حوايجو مرميين وهو مختفي. هذه هي اللعنة العلاهينة، عبرة باللي الجوع يقدر ياكل حتى الرحمة من قلب الأم. دابا عرفتي علاش الناس بكري كيقولوا الا سمعتي شي حد كيعيط لك في الليل ما تجاوبش، حيت ماشي ديما اللي كيعيط بنادم. كتبوا لي في التعليق. الله يحفظنا من لالا هنا. الى وصلتي لهنا ما تنساش لايك والاشتراك. القصة الجاية الغولة اللي كتسرق الدراري الصغار. تصبحوا على خير وسدوا البيبان مزيان. وصلنا لنهاية القصة. ولا عجبتكم القصة ما تنسوناش من التعاليق ديالكم الزوينة اللي كتحفزنا وتخلينا أنا نستمر في نشر الحكايات والقصص.